صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هو انتي لسه بتفرجيه وورقه ورقه بتدهنيه وجوه الصينيه بترصيه؟ الجلاش المكرمش اسهل طريقه جلاش ممكن تعمليه، وبأحلى طعم كمان تاكليه. ولو انتي مش فاضيه خلي بنتك الصغيره تعمله، هيطلع معاها زي العسل ان شاء الله. وصفه سهله وبسيطه وكمان نتيجتها هايله. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونعملها مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جبت كوبايه ونص من السكر ومعاهم كوبايتين من الميه، وقلبتهم لما السكر داب وخدتهم على النار. وبعد ما يغلي بديله عصير نص ليمونه واسيبه يغلي كمان 10 دقايق على النار. يعني كل الوقت اللي هو بياخد تقريبا تلت ساعه على النار. وعلى الشربات ما يستوي معانا اكون انا جبت لفه جلاش، جايبه لفه جلاش نص كيلو. وزي ما احنا متفقين، احنا الجلاش بنجيبه طازه بطازه على طول من الناس اللي بتبيع يومي على طول، ما بنجيبش من السوبر ماركت لانه بيبقى متلج ومجلد ما بيبقاش حلو. المهم بعد ما جبت لفه الجلاش نص كيلو، خدتها زي ما انتوا شايفين كده، طبقتها تطبيقه زي المروحه كده اللي كنا بنعملها زمان في المدرسه. فاكرين المروحه اللي كنتوا بتعملوها ايام المدارس؟ هي دي بالظبط كده. باخد الورقه وبتنيها كده زي الكسر، كسره ورا كسره، كسره ورا كسره كده، بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. شايفين بقت عامله زي المروحه ازاي؟ يعني انا باخدها كسره ورا كسره كده، بتديني شكل المروحه في الاخر. وبرصها بقى في الصينيه بالطول زي ما هي كده. واظن ان الطريقه دي سهله جدا، احسن ما تفرجيها بقى وتدهنيها وتطبقيها كده، سهله معاكي جدا. يعني ممكن تخلي بنتك الصغيره تقف تعملها لك على انت ما تعملي لها الشربات، يعني مش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود. هنكمل بقى باقي الجلاش بالشكل ده كده، ورقه ورا ورقه، كسره ورا كسره بالشكل ده كده، ونروح رصينها في الصينيه. الجلاش لما بيبقى طازه معاكي بيبقى سهل جدا وبيديكي نتيجه حلوه فيه. وكمان بتشكليه زي ما انت عايزه، ما بيتكسرش منك خالص. لكن لو جلاش بايت في الفريزر بتلاقيه اتكسر منك على طول وما اداكيش نتيجه حلوه بعد ما سويتيه. زي ما انت شايفه الورق معانا طازه، يخلينا نشكله زي ما احنا عايزين. زي ما انت عايزه بقى تشكلي فيه براحتك عشان الورق معاكي طازه وطري. منتهى البساطه هيتعمل معاكي. ووصفه الجلاش دي كمان جميله جدا، بتديلك طعم كده كانك عامله ام علي، كأنها ام علي بس خفيفه كمان عن ام علي. وان شاء الله عاوزين الايام الجايه نعمل وصفات كتيره ان شاء الله بالجلاش بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك ان شاء الله. اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. كده بقى احنا خلصنا لفه الجلاش اللي معانا النص كيلو، رصينا في الصينيه زي ما انت شايفه كده. ما تحاوليش تضغطي عليها في الصينيه، لا خليها برده مفرده كده عشان تبقى ماليه معاكي الصينيه. يعني تخلي الورق كده مهوي، ما تلزقهوش في بعض جامد. بعد كده بقى جبت 3 معالق من السمنه ومعاهم معلقه من الزبده. والزبده هنا بتدي نتيجه جميله جدا وتخلي الجلاش معايا مورق وفي منتهى الجمال. سيحتهم، هم سايحين، السمنه والزبده سايحه بس بارده مش سخنه. ورحت دهنه الجلاش كله زي ما انت شايفه كده. وانا بحب قبل ما ادخل الجلاش الفرن اسيبه 5 دقايق 7 دقايق، اخليه كده يتشرب من السمنه قبل ما يدخل الفرن. دخلته على الفرن 180، حطيته على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. هاخد له يجي ربع ساعة. بعد الربع ساعة هروح مخرجاه من الفرن، وانا بقى محضره له تشريبه هشربه بيها. التشريبه دي هتخليه معاكي ام علي واحلى من ام علي كمان. جبت كوبايه من الحليب وجبت بيضايه وجبت رشه من الفانيليا وجبت معلقه من السكر ومعلقه من النشا وقلبتهم مع بعضهم. الجلاش بتاعنا خرج من الفرن اهو زي ما انت شايفه. هشربه بالتشريبه دي، هشربه بالتشريبه دي كلها كده، واروح مدخلاه تاني الفرن برضو على الرف الوسطاني لمده 5 دقايق. عايزه تحطي بقى مكسرات حطي مكسرات، مش عايزه تحطي براحتك خالص، مفيش اي مشكله. المكسرات الموجوده عندك حطيها. رديته للفرن تاني، خد له يجي 10 دقايق كمان، يبقى هو كده خد معانا 25 دقيقه. على فكره انا ما بحسبش للفرن قوي او اي حاجه بدخلها الفرن ما بحسبلهاش، انا بس باخد بالي منها. يعني ما بقعدش اقول نص ساعه ربع ساعه، لا انا باخد بالي من الحاجه اللي هي في الفرن. بس بصحصح لها كده زي ما احنا متفقين مع بعضينا، وبفضل مراقباها وما بسهاش عنها، لان كل فرن طبعا بيختلف عن غيره. بعد كده بقى خرجت الصينيه بتاعتي من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، وسقيتها بالشربات. والشربات هنا بيكون دافي، يعني بيكون برد لدرجه ان هو بقى دافي. بس كده خلاص شربت الشربات بتاعها وبقت حاجه بقى ايه، حاجه بجد وهميه. نمسكها بقى نقطعها وندوق ونشوف.
والجلاش كمان من الوصفات المحببة على قلوبنا كلنا، لأنها بتبقى وصفة سهلة وبسيطة، وعلى طول بنعملها، وعلى طول تحلية، يعني على طول في أي وقت ممكن نعملها، لأنها ما بتاخدش وقت معانا، وكمان ما بيبقاش فيها أي افتكاسات. يعني مش زي الكيكة ممكن تهبط، ممكن تبوظ في الفرن، ممكن يجرى لها حاجة. لا، دي بتبقى وصفة سهلة ومضمونة، وأي حد ممكن يعملها. وطبعا لو عندك بنتك صغيرة ولا حاجة ممكن تعوديها إن هي تعمل، وتخليكي طبعا واقفة معاها لحد ما تتعود. ولما تلاقي اي وصفة سهلة خليها هي تعملها بنفسها. لازم كده تعوديها من صغرها ان هي تحطي ايدها في المطبخ وتحطي ايدها في شغل البيت، عشان تكبر تبقى عارفة كل حاجة، واذا تبقى واخدة على الموضوع يبقى الموضوع طبيعي جدا بالنسبة لها، ما تبقاش الحاجة غريبة عليها، وما تبقاش هايبة الحاجة وخايفة منها. اي حاجة تبقى خايفة منها وخايفة تحطي ايدها فيها، لكن لو هي متعودة من صغرها هيبقى الموضوع بالنسبة لها سهل جدا. فانت اي وصفة سهلة كده وبسيطة خليها تعملها بنفسها، وخليكي برضو مراقباها من بعيد. واظن وصفة الجلاش دي مفيش اسهل منها، خليها بقى تعملها، هي لا هتفرد ولا هتدهن، حاجة بسيطة جدا. جربيها وجربي الوصفة بتاعتنا. لو عجبتك الوصفة وعجبك الفيديو بتاعنا ما تنسيش تدخلي قناتي، تعملي لنا لايك وتعملي لنا اشتراك. وبالهنا والشفا، صباحكم فل.